السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله مليان مجموعة من التدابير المنزلية ان شاء الله هتعجبكم. يا رب اكون خفيفة على قلبكم، ويا ريت تشرفوني وتقولوا لي بتتابعوني منين. وتعالوا نخش على الفكرة الاولى. الفكرة الأولى كاتل الشاي يا جماعة، أو الكاتل اللي بيبقى موجود يعني في المطبخ عندنا. دايما بنستخدمه في غلي المية. دايما عشان المية عندنا بيبقى فيها أملاح، فبيعمل تكلسات جوه الكاتل زي ما انتوا شايفين كده، وبيبقى مجير قوي وبيبقى لونه صعب. فاحنا هنرجعه كأنه جديد بالظبط، بمكون انتوا نفسكم هتستغربوا من استخدامه. الكركديه بقى يا جماعة ليه فوائد كتير جدا. يعني طبعا كلنا عارفينها، او في كمان مننا اللي يعني يا دوبك بس بيشربه وما يعرفش فوائده. ولكن فوائد الكركديه يا جماعة كمان ان هو بيلمع الحاجات اللي فضية او المحتاجة لمعة او الاستانلس. زي ما انتم شايفين كده انا غليته جوه الكاتل وسبته يبرد شوية يعني جوه الكاتل، وصفيته زي ما انتم شايفين كده. وطبعا احنا مش هنرمي المكون دوت خالص، لان دوت مهم جدا، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. زي ما انتم شايفين كده الكاتل من جوه يعني بقى بيلمع وبقى بيبرق. ولسه كمان هقول لكم انا هعمل ايه فيه. انا مش هكتفي بكده بس، لا انا كمان همسكه وادعكه دعكه بسيطه خالص، عشان انا مش عايزاه يتجرح. انا كان ممكن استخدم ملح ليمون او بيكربونات الصوديوم، او ان انا ادعكه بسلكه واريح دماغي. لكن انا مش عايزه اخليه نقر او اخليه يعني في من جوه اي خدوش. زي ما انتم شايفين كده بقى بيلمع وكأنه رجع جديد تاني من جوه زي المراية. خلي بالكم احنا لسه ما اشتغلناش عليه من بره، احنا بس بننضفه من جوه بكركديه. وطبعا مش هنرميه، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده في فيديو في فيديو جاي. خلاص بعد كده هنجيب بقى طماطمايه، وهنحط جوه الطماطمايه دي شويه من صابون الاطباق او الصابون السائل. وهنبتدي بقى ان احنا ندعك كده بحركة دائرية، وهنقعد ندعك حوالي 10 دقايق. تمام. هندعك كده الطماطمايه. طبعا ايه فايدة الطماطم؟ الطماطم دي يا جماعة عبارة عن احماض، ونسبة الاحماض اللي جوه الطماطم عالية جدا، فبتبقى تخلصني من اي زيوت موجودة. والله يا جماعة والله الكاتل عشان يكون على المطبخ طبعا بيجمع زيوت، بس بعد يعني طبعا لاني سايباه فترة طويلة بقت الزيوت المتجمعة دي على الحتت اللي هي الحتت اللي هي مش باينة دي، اللي هي بتبقى زي الاطراف او الحروف بتاعته، خلت حرفيا خلت الكتل زي الفل من بره. الطماطم يا جماعة ليها مفعول السحر. خلاص. ونسبة الأحماض اللي فيها عالية جدا، يمكن تكون كمان أعلى من الليمون. تمام. من الحوامض. تمام. او اسفه من الحمضيات. فين كده هقول لكم بقى يا دوبك هشطفه وهيرجع تاني كانه جديد. يبقى احنا عملناه من جوه بالكركديه، وعملناه من بره بالطماطم، عشان اقول لكم ان في مكونات تانية موجوده يعني في مطبخنا غير الحاجات اللي هي اللي نستخدمها الكيماويه بقى السترس والحاجات دي. لا يا جماعه ابعدوا عنها تماما. زي ما انتم شايفين كده رجع الكاتل كانه جديد بالظبط. واقدر بقى ان انا اعمل الموضوع ده كل فترة والتانية وارجعه نضيف مرة تانية. الفكرة اللي بعد كده بقى ان ساعات اي انبوبة مرهم او كريم او حتى معجون بيضيع مننا، وطبعا ما ينفعش ان احنا نسيبه كده للهوا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب مسدس وهنعمل عليه كده بحركة دائرية، والمسدس لازم يبقى سخن، وهنغطيه من الجناب ومن فوق، وهنعمل زي غطا كده من وهنسيبه يبرد على جنب. وهقول لكم بقى هسيبه شوية كده دقيقة، ومش هاجي جنبه خالص، وشوية وهيرجع تاني كأن مفيش اي غطا ضاع، وهيعمل عمل الغطا الاصلي بتاعه بالظبط. خلاص. انا سيبته بس معلش يسخن شوية، وكمان غطيت الجزء اللي من فوق ده بالكامل بالشمع زي ما انتوا شايفين كده، وهركنه بقى على جنب. تمام. وهسيبه ينشف. اول ما نشف زي ما انتوا شايفين كده بقى عبارة عن غطا من السيليكون او غطا من الشمع زي ما انتوا شايفين، وهيقوم بنفس دور الغطا العادي. عايزه اقول لكم ثابت جدا فيه، يعني ثابت جدا على الانبوبة، ولا كأن حصل حاجة، ولا كأن في اي غطا ضاع ولا اي حاجة.
الفكرة اللي بعد كده، احيانا يا جماعة عينينا بتزغلل واحنا بنلضم الابرة، او بنلضم الخيط في الابرة. فاحنا هنعمل ايه؟ كل اللي هعمله حيلة بسيطة قوي. هنجيب المانيكير انتوا شايفين كده، او طلاء الاظافر، وهحط هدهن طرف الخيط بالمانيكير، وبكل سهولة هتخش الخيط، او هيخش الخيط في الابرة. وبجد بجد حلوة جدا. في ناس يا جماعة نظرها ضعيف بتقعد ساعة عشان تلضم الابرة، بيبقى حاجة صعبة قوي يعني. تمام زي ما انتوا شايفين كده، ودخلت بكل سهولة. تقدري بقى تكرريها في كل مرة. تمام. الفكرة اللي بعد كده، ساعات يعني بنبقى مش لاقيين مطبخ عندنا اي بنبقى عايزين نعمل زي كيك صغير كده، او زي كب كيك صغير، ومش عندنا قوالب للكب كيك. فاحنا هنعمله من ورق الفويل. هنجيب ورق نطبقه بالطريقة اللي قدامكم دي، هنطبقه بالعرض وهنطبقه بالطول. تمام. وهنجيب بقى يا جماعة برطمان، وهنحطه فوق الجزء اللي احنا عملناه من ورق الفويل ده، وهنضغط كويس، وهنجيبه من وهنعمل زي كده الألمونيوم. ممكن نستخدمه نعمل فيه كيك، او ممكن نستخدمه في ان احنا نعمله كمبخرة مثلا، نحط عليه فحمة ونحطه على الرخامة ونبخر بيه. اي مشكلة، وبيستحمل الحرارة وما بيعملش اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. الفكرة اللي بعد دايما ان احنا لما بنيجي يعني نشتغل بالمقشنة او بالمساحة، ساعات بتلت مننا وتقع عشان العصاية ساعات بتفوت وبتفنا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب حتة البالونة، انا كان عندي حتة كده من البالونة، فرقعت من بنتي، حطها جوه الفتحة بتاعة المقشة، وهجيب العصاية وهدخلها بجد يا جماعة، وهلفها بجد هتبقى زي الحديد. واتحداكي كده ان هي ممكن تطلع من مكانها تاني زي ما انتوا شايفين كده، وهلف وهتثبت وعمرها ما هتفك مرة تاني. تمام ما انتوا شايفين كده. الفكرة الرئيسية بقى الأخيرة عندنا النهاردة في الفيديو، هي ان احنا هنعطر منزل، وهنخلي دايما ريحته حلوة، وكل اللي هيخش هيشم ريحة جميلة البيت. وبجد الريحة كده وهتدينا طاقة إيجابية، هنحب نقعد في المكان ده. أول حاجة نجيب معلقة من بيكربونات الصوديوم زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنحط حوالي معلقتين ملح الناعم. تمام اهو معلقتين من الملح الناعم. هنجيب زيت زي زيت العود او زيت المسك الابيض. انا عندي هنا مسك ابيض يا جماعه خام، ريحته تحفه. هبتدي يعني على الخليط ده من كربونات الصوديوم. عايزه اقول لكم بقى هنرشه السرير قبل ينام، وهنرشه على ما تخافوش يا جماعه. لكم ان مستحيل الزيت دوت يبقع، لان بيكرب حاطينها عشان ما يعمل زي عازل كده، ويخلي الزيوت الطريه دي ما تبقعش في بتاعنا، او في الانتريه، او في السجاد، او على الملايه. احنا هنرشه في كل على المفروشات، سواء على او على المفارش الصالون بتاعي، بحيث اي ضيف يخش كده هيشم جميله، والريحه دي هتستمر لفتره طويله، لان المحتفظ بالروايح كويس جدا. اهم حاجه هنقلب. عايزه اقول لكم بقى الريحه دي يا جماعه ارموها في الدولاب، على الهدوم بتاعتكم، بين الهدوم. بجد روعه. يا ريت الافكار بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، وتكونوا استفادوا حتى بفكره واحده من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.